ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا بخير. استكمالا بقى لسلسله فيديوهات ازاي هنذاكر كل ماده. هنتكلم النهارده عن الاحياء. احنا عملنا العربي وعملنا الانجليش وعملنا الفيزياء والكيمياء. النهارده بقى هنتكلم عن الاحياء. هنتكلم النهارده عن 4 اسئله مهمين جدا جدا. اول سؤال، حليت كام كتاب؟ تاني سؤال، كنت باخد درس مع مين ومين المدرسين اللي انا كنت بسمعهم اونلاين؟ تالت سؤال بقى وهو اهم سؤال، وهو درجاتنا في امتحانات الاحياء، لان في ناس كتيره جدا اشتكت عن موضوع درجات الاحياء ده، فهنتكلم عنه في الفيديو. رابع نقطه بقى هقول لكم على كام حاجه مهمه تعملوها وانتوا بتذاكروا الاحياء علشان تبقوا متميزين عن غيركم وتبقى الماده بالنسبه لكم سهله وتحققوا منها اكبر استفاده. انا جبت المشروب بتاعي وانتوا كمان جيبوا المشروب بتاعكم، ومن غير رغي كتير خلونا نبدا على طول في الفيديو. يلا بينا. اول سؤال وهو حليت كام كتاب؟ انا كنت بستخدم في الاحياء كتاب الامتحان. كتاب الامتحان شرح وحل، ده اساسي معانا طبعا. كتاب الامتحان كان في الاحياء ممتاز جدا جدا جدا. ده كتاب الشرح. كتاب الحل بصراحه مش لاقياه، وده طبعا كان بجانب مذكره المدرس بتاعي. مذكره في مذكره كمان برضو، مذكره المستر كانت ممتازه جدا وانا كنت بعتمد عليها في الشرح. وبعد كده كنت بشوف الشرح تاني من كتاب الامتحان. طبعا هوضح لكم النقطه دي في النقطه الرابعه اللي هي الحاجات اللي انتوا ازاي هتذاكروا بيها والكلام ده، بس خلونا ماشيين واحده واحده. انت بقى ما ينفعش تعتمد على مذكرات اي مدرس حتى لو كان المدرس ده شاطر جدا. انا دايما بصراحه مش عارفه، كنت بقلق، كنت بحس ان انا لازم اجيب كتاب خارجي، اللي هو بحيث ان انا اكون بحل اسئله كل الناس بتحلها. لان مثلا لو المدرس بتاعك بيديك مذكره شرح وحل، الشرح تمام ماشي، لكن الحل ما ينفعش تعتمد في الحل بالذات على مذكره مدرس. لازم تشتري كتاب خارجي، لان مذكره المدرس انت مش عارف، هو ممكن يكون جايب لك اسئله سهله علشان يحسسك ان انت بتاخد مع مدرس عملاق والمدرس ده رهيب وان انت بتعرف تحل بكل سهوله، وهو اصلا ممكن يكون جايب لك اسئله سهله وانت بتحلها بكل سهوله عشان هي سهله. فما ينفعش ان انت تعتمد على مذكرات مدرس معين حتى لو كان المدرس ده شاطر. بصراحه انا بحس انها غلطه كبيره. ما ينفعش ان احنا نعمل كده. ما ينفعش ان انت تعتمد على مذكره مدرس. لازم تشتري كتاب خارجي خصوصا في الحل، مش شرط الشرح. الشرح عادي اساسي بيكون موجود في كل المذكرات او الكتب، ايا كان الحاجه اللي انت بتستخدمها في المذاكره تقريبا بتبقى واحده. لكن الحل لا، لازم تشتري كتاب خارجي بحيث ان انت تكون ماشي مع الكل، لان الكتاب الخارجي ده اي حد بيحله، فانت هتكون كده بتقيس مستواك، بتشوف هل انت بتعرف تحل اسئله الكتاب الخارجي اللي هي زي كتاب الامتحان مثلا، كتاب اساسي زي ده. لو انت بتعرف تحلها فده كويس ان انت كده ماشي صح. لكن لو انت مثلا المدرس بتاعك بيديك اسئله في المذكره بتاعته وانت بتحلها كويس وشايفها سهله، وبعدين جيت تحل في كتاب خارجي لقيت ان انت مش عارف تحل، فلا، ده ما ينفعش. يبقى كده مذكره المدرس دي اي كلام وما ينفعش، والمدرس اصلا كده مش كويس. فانت لازم تشتري كتاب خارجي عشان تقدر تقيم مستواك. وكتاب الامتحان هو افضل كتاب بالنسبه لي في ان انت تزود بيه. يعني انا دايما لو كان في مدرس بيدينا مذكرات كنت بشتري جنبها كتاب الامتحان، لكن لو المدرس بتاعنا مش بيدينا مذكره فكنت بجيب كتاب الامتحان وجنبه كتاب تاني خارجي يكون كويس. قبل بقى ما انهي النقطه دي انا حابه اقول لكم ان الكتاب بتاع التفوق كتاب كويس. انا بصراحه ما جربتوش، بس انا كنت بشوفه مع ناس صحابي. الكتاب كان بيكون فيه بجد زيادات حلوه جدا، حاجات كده بتكون زياده بتوضح معلومه اكتر. وعلى فكره الاسئله الحتت الزياده دي اللي بتكون موجوده بتيجي في الامتحان، بس احنا بقى المدرس بتاعنا كان بيمليها لنا. يعني هو كان بيدينا مذكره وكان بيملينا الحاجات الزيادات دي اللي هي كانت بتكون موجوده في كتاب التفوق اصلا. فلو انت المدرس بتاعك مثلا مش بيديك الزيادات دي، ممكن تشوف كتاب التفوق PDF. ولو لقيت ان هو فيه زيادات كتيره المدرس مش بيقولها لك، ممكن تشتريه او تنزله PDF مثلا وتشوف الحاجات الزياده بحيث ان انت ما يكونش فايتك اي حاجه. كده احنا خلصنا نقطه الكتب. نيجي بقى على السؤال التاني وهو كنت باخد مع مين من المدرسين. انا كنت باخد في المدينه بتاعتي مع استاذ محمد نعيم، وده بالنسبه لي من احسن المدرسين اللي انا اخدت معاهم. انا ما كنتش بغير مدرسين كتير، انا اخدت معاه من اول السنه وفضلت مكمله معاه لاخر السنه، وهو كان بالنسبه لي مدرس كويس جدا جدا. وكان بيدينا الزيادات وكنت بساله كتير جدا وبقرفه، فكان بيستحملني، فدي بالنسبه لي حاجه كويسه. وعلى فكره انا كمان ما كنتش بغير مدرسين لان انا ما بحبش التشتت، بحب ان انا اكون مستقره. علشان كل ما تغير مدرس دي بتكون رخمه وبتحسسك ان انت مش مستقر وان انت مش لامم اي حاجه وان انت ضايع والدنيا بايظه معاك. فلو انت من النوع اللي انت بتغير مدرسين، لا بلاش، اثبت مع مدرس واحد. في الاونلاين بقى انا ما كنتش بسمع حد شرح، بس في الحل كنت بجيب حل من قناه مستر احمد الشرقاوي. كنت لما بحتاج مثلا اي حاجه ان انا مثلا ما فهمتش وانا بحل في كتاب الامتحان، فكنت بفتح على اليوتيوب وبكتب مثلا حل درس كذا كذا، فكنت بلاقي قناه مستر احمد الشرقاوي، فكان بيعجبني الحل وكنت بسمعه وكده. هي دي بس القناه اللي انا سمعتها، لكن غير كده شرح ما سمعتش. ممكن كنت بسمع في اولى وثانيه دكتور محمد ايمن، بس في ثالثه بصراحه لا ما كنتش بسمعه. كنت بسمع بس في اولى وثانيه، بس كويس عموما. بس انا ما كنتش بحتاج شرح
في ثالثه ثانوي. انا كنت مكتفيه بالمستر بتاعي وحاسه ان هو كان بيقول لي كل المعلومات وبيوضح لي كل حاجه، فما كنتش بحتاج ان انا اسمع تاني شرح اونلاين. وحابه انوه عن حاجه مهمه جدا يا جماعه، انت مش شرط ان انت تسمع الدرس اونلاين وتسمعه في السنتر. انت المفروض لو انت فهمته في السنتر ما تسمعوش تاني اونلاين. يعني انا ما كنتش بسمع اونلاين وسنتر، انا كنت بسمع الاونلاين بس لما كنت في درس ما بفهموش في السنتر فبروح البيت مثلا اسمعه تاني اونلاين. لكن ان انا اسمع في السنتر وبعدين ارجع تاني اسمع نفس الدرس اونلاين، فده انا شايفه ان هو تضييع وقت كبير. فلو انت بتعمل كده بلاش، لان في ناس كتيره سالتني في النقطه دي. فانا بقول لكم اهو، لو انت بتفهم الدرس في السنتر بلاش ترجع تاني تسمعه اونلاين، لان ده هياخد منك وقت كبير. نيجي بقى لثالث نقطه وهي درجاتنا في امتحانات الاحياء. بصوا يا جماعه، انا حابه اقول لكم بقى القصه بتاعتي مع موضوع الدرجات ده، لان انا كان ليا قصه كبيره مع موضوع الدرجات. احنا كان عندنا المدرس بتاعنا في الدرس كان كل مثلا ما نخلص نص باب او باب على حسب يعني كميه الباب، لو هو كان كبير فكان بيعمل لنا امتحان كل نص باب. المهم يعني ان هو كان بيعمل امتحان. فهو بقى لما كان بيعمل امتحان انا كنت بذاكر كويس جدا قبل الامتحان ده، كنت بذاكر كويس جدا وكنت بحل الاسئله اللي موجوده في المذكره بتاعته، كنت بحل الاسئله اللي موجوده في كتاب الامتحان على كل درس. يعني كنت بحل هنا وهنا علشان ان انا احاول ان انا الم اكبر حصيله يعني من الاسئله، علشان لما اجي احل الامتحان احس ان انا متمكنه وان انا عدى عليا افكار لاسئله كتير. فانا كنت بذاكر كويس جدا جدا، وبعد كده بروح امتحن. بعدين لما بروح امتحن بقى اللي هو ببقى طالعه من الامتحان وانا حاسه ان انا حليت كل حاجه صح. وبعدين بقى لما الامتحان يتعلم واجي اخد الورقه بتاعتي فلاقي ان انا مثلا نقصت 12 درجه، 13 درجه، 11 درجه، 10 على حسب يعني. فانا كنت بنقص بالدرجات دي في اول السنه، فكنت بستغرب يعني ليه انا بنقص كل الكميه دي. فانا لما كنت بنقص كده كنت بروح للمدرس بتاعي واتكلم معاه واقول له ان انا نقصت كذا كذا، طب انا غلطت في دي ليه وغلطت في دي ليه وغلطت في دي ليه، واعرف ايه الحاجات اللي انا غلطت فيها واحاول ان انا ما انساهاش تاني وكل شويه اقراها. وكنت محتفظه يا جماعه بكل الامتحانات لحد دلوقتي، الامتحانات دي كلها لسه معايا عشان افضل ابص على الحاجات اللي انا غلطت فيها وما غلطتش فيها تاني. لان انت عادي ان انت تغلط، لكن المفروض ان انت تتعلم من غلطك. فانا كنت دايما بعرف ايه الحاجات اللي انا غلطت فيها، مش بعدي الامتحان كده وخلاص، لازم اعرف انا غلطت في ايه. وكنت بحتفظ بالامتحان ده علشان مثلا لما اجي اعمل مراجعه وراجع الباب تاني اشوف ايه الحاجات اللي انا غلطت فيها وايه النقط المهمه اللي انا غلطت فيها اللي انا محتاجه اركز عليها اكتر، واعرف ايه غلطاتي. ففضلت ان انا احاول ان انا اعمل كده لحد ما بقى عندي خبره اكتر، وبدات اوصل مثلا ان انا انقص 8 درجات 7 درجات. فده في ماده الاحياء كويس برضو، لان انت الاحياء اصلا واسعه جدا، والمدرس ممكن يقدر يلعب ان هو يجيب لك اسئله بافكار كتيره. فانت مش تحبط لو انت مثلا نقصت درجات كتيره، مثلا يعني درجاتك المفروض تبقى مثلا ما بين 7 و11 12 كده. لو انت بتنقص في الرينج ده، فالرينج ده كويس جدا، لان انت يعتبر اصلا الاحياء بيكون فيها العاب كتير ويقدر يجيب لك السؤال باكتر من طريقه. فانت المفروض ان انت مش تزعل، انت المفروض بس تستفاد من الافكار دي وتعرف ايه الافكار الجديده وتعرف السؤال ممكن يجي باكتر من طريقه ازاي، وتستفاد من الحاجات دي وما تغلطش فيها تاني. مش عيب ابدا ابدا ان انت تغلط، العيب بس هو انك مش تتعلم من غلطك. لو انت غلطت في حاجه وتعلمت من غلطك وجت بعدها تاني، صدقني مش هتغلط فيها وهتعلق معاك. هتيجي تقول اه صح انا غلطت في السؤال ده قبل كده، وهتفتكر ان انت غلطت فيه ومش هتغلط فيه تاني. فيا جماعه ايا كان درجتك، حتى لو كنت بتنقص اكتر من كده، مثلا اكتر من ال 12 اللي انا قلت عليهم مثلا اللي هو الحد الاقصى، يعني حتى لو كنت بتنقص 20 درجه، حتى لو كنت بتنقص ايا كانت الدرجات، الزعل والاكتئاب والحزن على درجاتك مش هيفيدك باي حاجه. انت المفروض تتعلم من غلطك وتشوف انت غلطت في ايه، وتحاول تغير طريقه تفكيرك، وتحاول ان انت تذاكر الدرس مثلا وتفهمه بطريقه تانية، او ان انت تشوف ايه الحاجات اللي انت ما كنتش مركز عليها وتركز عليها تاني. فده حاجه عاديه جدا جدا ان انت تغلط، مش تقلقوا عادي. فلو انتوا بتغلطوا كتير حاولوا ان انتوا تتعلموا من اخطائكم بس، وتشوفوا ايه الحاجات اللي كانت بتغلطكم وتحاولوا ان انتوا تصلحوها، وتحاولوا ان انتوا تركزوا على النقط اللي انتوا بتقعوا فيها والكلام ده. ولازم لازم زي ما قلت لكم ان انت ما تعديش اي حاجه انت غلطت فيها، سواء وانت بتحل او سواء وانت خدت امتحان او اي حاجه. اي حاجه تحلها لازم تعرف انت غلطت فيها ليه. لو امتحان روح اسال المدرس، لو انت بتحل في كتاب الامتحان او اي كتاب مثلا بتحل فيه وغلطت، افتح حل على اليوتيوب وشوف هو حل السؤال ازاي وانت غلطت فيه ليه، علشان ما تغلطش فيه تاني. نيجي بقى للنقطه الرابعه، وهي كام تبس كده تعملوها وانتوا بتذاكروا علشان تقدر تحقق اكبر استفاده وانت بتذاكر الاحياء، وحاجات مهمه جدا جدا هتفرقك عن زمايلك. اول حاجه انت المفروض وانت بتذاكر مثلا المدرس بتاعك بيقول حاجات زياده، فطبعا الحاجات الزياده دي احنا مثلا المستر بتاعنا كان عامل لنا صفحه فاضيه كده زي كده مثلا. الصفحه الفاضيه دي انت بتكتب فيها الحاجات الزياده. المفروض ان انت ما تفوتش اي حرف بيقوله من غير ما تكون كاتبه. يعني مثلا انت بتفتح المذكره بتاعتك او الكتاب بتاعك والمدرس بيشرح، وتشوف هو بيقول ايه، وتشوف الحاجات الزياده اللي هو قالها اللي هي مش موجوده في الكتاب، وتحاول ان انت تكتبها
فوق المعلومه او في اي حته فاضيه في الكتاب حاول ان انت تكتب الحاجات الزياده دي، لان الحاجات الزياده دي هي اللي بتفرقك عن غيرك، والحاجات الزياده دي بتفيدك في الجامعه جدا جدا كمان. حتى لو انت ما استفدتش بيها دلوقتي فانت هتستفاد بيها في الجامعه. الحاجات دي على فكره هي اللي بتخليك تعرف تحل شويه الالعاب اللي بتيجي في الاسئله، بتخليك ان انت عندك حصيله كبيره من المعلومات فبتقدر تحل اي سؤال فكرته صعبه. امتحان الاحياء ما بيجيش على فكره من بره المنهج برضو، لان دي معلومه خاطئه جدا جدا. امتحان الاحياء بس هو بيلعب بافكار الاسئله شويه، الاحياء كبيره وواسعه، فهو بيحاول ان هو يتلاعب شويه بالالفاظ وبيلعب شويه معاك في الاحياء وكده، وبيخلي الموضوع بس السؤال جاي بطريقه مختلفه، هو يقدر يجيب لك السؤال بكذا طريقه، بس انت تقدر تحل المشكله دي بانك تحل كتير. الموضوع ده على فكره في اي ماده، الالعاب اللي بتيجي في الاسئله دي فانت تقدر تحلها بكل سهوله بان انت تكون بتحل كتير. فدي فايده الحل الكتير، ان انت تعرف الاسئله اللي فيها العيب تعرف تحلها بكل سهوله. فحلوا كتير يا جماعه، مش هقول كده كل فيديو، انا بقول لكم كده في كل فيديو، لازم تكون بتحل كتير، ولازم تكون بتفهم كل نقطه كويس جدا. تاني حاجة، انت المفروض وانت بتذاكر، انا مثلا لما كنت باجي اذاكر كنت بسمع الشرح من المستر، كنت بركز معاه وكنت بكتب زي ما انا قلت لكم، وبعد كده لما اروح كنت باجي امسك الاحياء واشوف ايه الحاجات اللي فيها واقراها كويس جدا جدا وافتكر الشرح وافهمها والكلام ده كله، واحاول ان انا احفظ الحاجات المهمة اللي فيها، وبعد كده باجي احل الاسئلة اللي موجودة في كتاب الامتحان او احل الاسئلة اللي موجودة في المذكرة. كنت بحاول ان انا احل اسئلة كتير جدا عشان اكون لما كل حاجة. كنت بحل الدرس في المذكره الاول، بعد كده احله من كتاب الامتحان. فلما كنت بحل في كتاب الامتحان بقى كنت بحس ان انا انا حليت الاسئله اللي في المذكره كويس وحليت الاسئله في كتاب الامتحان كويس، فانا كده حل اسئله كتيره، فبحس كده ان انا لما الدنيا، وبحس ان انا كده فعلا ذاكرت الدرس صح. مش شرط ان انت تحل اسئله كتاب الامتحان كلها في يومها، عادي انت ممكن تحل اسئله المذكره وتحل مثلا نص اسئله كتاب الامتحان معاها لو ما قدرتش تحلها كلها يعني، بس انت ان شاء الله تقدر تحلها كلها، تحل الاثنين مع بعض يعني، بحيث ان انت تكون عندك حصيله كبيره جدا من الاسئله وتكون عدت عليك افكار كتير. تالت حاجة بقى، اي سؤال مثلا تغلط فيه لازم تعلم عليه وتشوف ايه الحاجات اللي انت غلطت فيها برضو، علشان لما تيجي تراجع مثلا حاول ان انت وانت بتراجع تراجع برضو الاسئله وتشوف ايه الاسئله انت غلطت فيها. طبعا مش هتراجع كل الاسئله، انت بس هتراجع على الاسئله اللي انت علمت عليها وتشوف انت غلطت في ايه، علشان تفتكر دايما الحاجات اللي انت غلطت فيها عشان ما تغلطش فيها تاني. وحاجه كمان، اي سؤال بقى انت مش فاهمه حاول ان انت تشوف اجاباته على اليوتيوب. لو انت مثلا ما فهمتش الاجابات اللي على اليوتيوب فخد الكتاب كده الجميل وسؤالك الجميل وروح للمدرس بتاعك واساله وقول له هي ليه السؤال ده مثلا اجابته كذا، او السؤال ده حله ايه، او اي حاجه، وشوف ايه الحاجات اللي انت عايز تسال فيها المدرس واسال فيها المدرس بتاعك، لان اي حاجه صدقني انت هتفوتها واي حته انت مش فاهمها هتفوتها، صدقني دي ممكن تجيلك في الامتحان وتوقعك. فما تفوتش اي حاجه انت مش فاهمها. الاحياء كده خدها كقصه كده وافهم الاحياء كويس. الاحياء اصلا مش صعبه للدرجه، الاحياء عايزه فهم، والاحياء على فكره والله العظيم مش صعبه قوي، هي ماده حلوه جدا من المواد اللي انا كنت بحبها لانها بتتفهم اصلا كويس، انت لما بتفهم الموضوع ده بيسهل عليك الحفظ. فماده الاحياء ماده كويسه جدا مش صعبه زي ما انتم متخيلين، هي بس الفكره ان الاسئله بتكون رخمه شويه، وده طبعا انت بتحله بالحل الكتير. اخر حاجه بقى حابه اقول لكم عليها، وهي ما تاخدوش درسين في الاحياء عشان مش تتشتتوا. لو حابب تاخد درس تاني فخليه اونلاين، ما تاخدش درسين في ماده واحده بالذات في المواد العلميه عشان ما تتشتتش. وبس كده انا خلصت الفيديو بتاعي. اي حاجه حابين تسالوها اسالوني في الكومنتس وانا هرد عليكم. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتشيروا الفيديو ده لكل اصحابكم عشان الباقيين